السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من موقعنا النهارده في القناطر الخيرية. طبعا انتم متابعين الفيديوهات وعارفين الدنيا ماشية معانا هنا ازاي. الحمد لله وصلنا لقدر كبير جدا من الشغل الحمد لله، والدنيا بدأت تظهر معانا شوية. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا ان احنا نقفل السور ونقفل الحجر ونقفل البوابات الحديد زي الديزاين بالظبط. فزي ما انتم شايفين كده اكيد شايفين الديزاين برضو معانا، وشايفين ان احنا عندنا هنا البوابات اتعملت زي الديزاين بالظبط الحمد لله. وبرضو قفلنا سور وقفلنا حجر. السور ده طبعا خد مننا تفكير شوية عشان نقفله نفس الديزاين. وقابلنا هنا معضلة كده. كان في برضو من ضمن المشاكل اللي كانت مقابلانا ان احنا عندنا هنا كان في هنا عمود. تمام. العمود ده عشان نتفاداه عملنا زي الركنة اللي انتوا شايفينها دي، خرجنا العمود بره السور. تمام. عشان نتفادى نقطة زي دي، وفي نفس الوقت برضو نكمل في مسيرتنا اللي احنا ماشيين عليها. زي ما انتم شايفين كده البوابات كان شكلها جميل جدا 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 الحمد لله. فانتوا زي ما انتم شايفين كده الواجهة بقت في منتهى الروعة الحمد لله. ولسه لما تكمل وتتشطب كمان في المكان اللي انا واقف فيه ده هيكون فيه زي رمب كده عشان العربية تطلع من هنا وتدخل جوه. وفي هنا حوض زرع في النص. وبعدين لسه في هنا كمان زي مدخل البيت. تمام. وبرضه هنا في رمب برضه انترلوك هيطلع من هنا ويدخل على جوه عشان العربيات اللي تدخل جوه كلها تبقى داخله على رمب ونازله على رمب كمان. تمام. زي ما انتم شايفين برضو التفاصيل الواجهه. التفاصيل دلوقتي بدأت تظهر معانا شويه في الواجهه فوق. تمام. فخلصنا احنا فوق يعتبر اول حيطه اول دور خالص حجر زي ما انتم شايفين كده. وخلصنا برضو الشرايح اللي نازله على اول 3 ستاير بتوع بلكونات خلصوا زي ما انتم شايفين. وبرضو عندنا في الدور اللي هو اللي في النص خلصنا اليمين وخلصنا الشمال. ولسه اللي في النص دي هتتعمل ليد نور بالحجر يعني، وهنعمل فيها ليد النور ونحط جواها حجر مايكا. لان الحجر الموجود ده هشمي. فاحنا هنعمل حجر مايكا في النص بحيث ان احنا نعمل ديكور مختلف، والاضاءه تبقى ضاربه على المايكا في الحته اللي في النص اللي هي المثلثه دي. تمام. لسه طبعا السور هي هيتفنش ويتقفل حجر. تمام. لو دخلنا من البوابات دلوقتي البوابات دي كهرباء برضو زي ما انتم شايفين كده. تمام. ان شاء الله باذن الله هيبقى التحكم فيها في الدور الارضي والدور اللي فوق كمان زي ما انتم شايفين. لو دخلنا هنا تمام. دلوقتي طبعا لما قفلنا السور بقى في حيز، لان زي ما انت شفت في الفيديوهات وزي ما احنا استلمنا البيت الحته دي كلها كانت في الشارع، يعني الحته دي كده كانت في الشارع احنا قفلناها عشان ندخلها جوه البيت ونعمل للبيت كيان يعني كده. فالمنطقه دي كلها هتبقى رمب نازله عشان الجراج اللي احنا حطيناه هنا جوه ده بناء برضو على طلبات العميل. قفلنا اللون اللي هو الجرار اللي نازل ده بحيث ان في جوه العربيات هتطلع، وهيكون الجراج ده بالموتور عشان العربيات لما تيجي تدخل يضغط وهو داخل بالموتور يطلع لفوق بالاوتوماتيك كهرباء ويدخل جوه يركن العربية جوه، او سواء كان في تخزين او عربية يعني. تمام. المنطقة دي كلها ان شاء الله بإذن الله هتبقى رامب انترلوك. وعندنا برضو حاجة من ضمن الحاجات الجميلة جدا، جلدنا برضو الأعمدة دي من تحت لحد فوق عشان تمشي مع الشكل بتاعنا وتمشي مع الستاير اللي موجودة هنا. تمام. اللي موجودة هنا الشرايح دي تمشي مع دي. وفي نفس الوقت برضه مجلدين السور من جوه حجر وحاطين الأباليك بتاعتنا عشان تبقى نفس الديزاين بالظبط إن شاء الله. تمام. فالمنطقة دي كلها هتبقى رمل زي ما احنا قلنا عشان العربيات أو عشان المخزن. إنما المنسوب هنا هيبقى عالي شوية عشان مدخل البيت. ولسه السلم ده كله هيتعمل رخام بإذن الله. وعندنا الرمب التاني اللي هو بتاع الجزء التاني اللي هو بتاع البوابة التالتة هيكون منزل نزول برضو للعربية. تمام. في نفس الوقت برضو نفس القصة هنا، عملنا برضو العمود متجلد من تحت لحد فوق ماشي مع الستاير ماشي مع البرام اللي موجودة فوق. وفي نفس الوقت برضو لو لاحظتوا احنا عندنا الشرايح اللي موجودة بالحجر ماشية مع الأعمدة، وفي نفس الوقت ماشية مع شرايح الجبس البلد اللي احنا عاملينها في الديكور فوق في المدخل يعني. تمام. لو طلعنا هنا وزي ما احنا قلنا الحديد ده لسه هيتجدد ان شاء الله. وعندنا السلم ده هيبقى برضو رخام باذن الله. تمام. خلصنا احنا قفلنا الجبسن بورد خلاص اتقفل، وجبس بلد اتقفل، والحجر هنا في المدخل كله خلص الحمد لله مع
مع مخارج الكهرباء وتسيسات الكهرباء. اللي باقي دلوقتي ان احنا هنشطب الحجر باذن الله، وبعد ما نشطب الحجر هننضف كل ده تاني، وبعد ما ننضف ان شاء الله ندخل نشتغل بقى في السيراميك والنقاشه جوه ان شاء الله، والدنيا تبتدي تظهر معانا اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا قفلنا بحجر هشم في قلب المدخل، تمام، ونزلنا عليه شرايح جبسية زي ما انتم شايفين كده من فوق، بحيث ان الشرايح دي تبقى ماشية نفس التصميم بالملي زي ما انتم شايفين كده، تمام. نفس الشرايح موجودة في جميع الكاميرات وجميع النزلات اللي فوق. وطبعا القفلة بتاعتها مع الحجر، قفلة الشرايح الجبس مع الحجر دي كانت برضو محتاجة تفكير مننا شوية، بس الحمد لله احنا عملناها كستير موجود من فوق كده، بحيث ان احنا لو حبينا نحط إضاءة مخفية على ورا الكاستير ده يضرب على الشرايح فوق، يبقى شكلها احسن والطف يعني ان شاء الله. طبعا البرامج دي برضو معموله من ضمن الحاجات الجديده، بس شفتوها انتوا في الفيديو اللي فات، فاحنا مش هنتكلم عليها خلاص. انما احنا برضو عندنا جوه لسه الوضع زي ما هو في الفيديو اللي فات، بس احنا خلاص جلدنا الابواب، تمام، وخلصنا برضو الشرايح وعملنا الجبسون بورد والكلام ده كله. الكلام ده كله قديم شفتوه انتوا في الفيديو اللي فات، ولكن برضو نمشي عليه سريعا كده. عندنا برضو المدخل ده كله هيتجدد وهيتقفل، وعندنا برضو ده أول غرفة، أول غرفة معانا الغرفة دي. الغرفة دي برضو من ضمن الغرف اللي احنا خلصناها برضو. قفلنا الشباك ده، قفلنا الشباك ده وعدلنا برضو الشباك ده وغيرنا مكانه وجلدنا حجر زي ما انتم شايفين مع شرايح الجبس اللي موجودة فوق. أنا بمر سريعا هنا عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. زي ما احنا عارفين برضو دي طرق التوزيع، تمام. برضو البيت من جوه خلصناه جبسن بورد وكهرباء وشرايح جبسية، وفي عندنا أوضة تانية نفس الكلام، وبرضو الحمام خلصان سيبكته. ولكن احنا في الفترة اللي فاتت دي اهتمينا بس بالجزء اللي بره شوية، وعشان برضو البادجت كان مش مسموح قوي، فاحنا وجهنا كل البادجت اللي معانا للجزء الخارجي، تمام. وده بناء برضو على رغبات برضو العميل معانا، يعني ان احنا وقفنا الشغل جوه شوية، مش وقفنا على قد ما احنا اهتمينا بالجزء الخارجي شوية عشان نعمله وننجز يعني من الدوشة بتاعة الوحدة اللي موجودة هنا والكلام ده. فاحنا خلصناه وخلصنا الكلام ده كله، وإن شاء الله بإذن الله هنبتدي نكمل الشغل اللي موجود جوه مع الشغل اللي بره، وهنفنش الدنيا دي. أول ما الدنيا تبتدي تظهر وتبان برضو إن شاء الله بإذن الله هيكون في فيديو قريب تاني برضو لما الدنيا تبتدي تظهر وتبتدي تبان معانا أكتر. فإن شاء الله بإذن الله استنوا نشوف المرحلة اللي جاية أو الفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير. كان معكم مهندس عبد الرحمن بكر من موقعنا في القناطر الخيرية.